بعيد عن هذه الفصائل المستأجرة والفصائل الإيديولوجية، وإلا ستفسد المكان. وإلا اعلموا أن القادم أخطر، وأن التدخل القوى الأجنبية لن يقبلوا أبدا أن تتولى هناك فصائل متطرفة، لن يقبلوا ذلك. هذا فقط نصيحة أقولها. وانتبهوا جيدا، يبدو أن الهدف اليوم حسب كثير من الإعلام الذي يتم الترويج له، أنتم تعلمون أن وزير الدفاع تم تصفيته، وتعلمون أن الروس، شكرا my opinion، الروس، وهذه معلومة نعطيها لكم، الروس تفاهموا مع المقاتلين لتأمين خروجهم من كيدال. دقيقة، سأعطيكم خريطة أوضح. هذا هنا غاو كيدال هنا، وهذه غاو سيفاري باماكو كاتي. هذا هو الخط اللي تم مهاجمته. الآن تصوروا ماذا قالوا. قالوا هناك دولة جارة كبيرة تدخلت ووقع التفاهم بخروج الروس من كيدال ودخول المسلحين لها. نحن نعلم أنها الجزائر، هي الجزائر، وهذا دليل آخر، أعطتنا دليل آخر أن الجزائر هي التي تمسك بما يجري الآن. علاش؟ الجزائر اتصلت بموسكو وقالت لهم كيدال محاصرة، وأنا أستطيع أن أنقذ الجنود الروس المتواجدين هناك. وتدخلت الجزائر فعلا وسمحت بأوامر من الجزائر للمقاتلين، أمنت لهم مخرج، وخرج الروس من كيدال دون قتال. في اجتماع مهم وقع في باماكو، اتهم بعض القيادات العسكرية المالية الروس بالتواطؤ وبالتراجع عن دورهم لمساندة الجيش المالي. والاختراق الذي وقع أيضا، هذا لا يمكن أن يكون وقع إلا بتواطؤ داخلي، لأن كل الوحدات تفاجأت ووصلوا بسرعة إلى منزل وزير الدفاع هنا في كاتي. هذا هو وزير الدفاع اللي صفاوه. دقيقة حط لكم، هو وزير الدفاع مالي الله يرحمه، سيدو كامارا، هو ساديو كامارا، وهو كان متحصن في أكبر قاعدة، مدينة اللي فيها أكبر قاعدة، ووصلوا إلى منزله وتم استعمال درون. وأعطيكم معلومة أخرى أن الأمر خطير جدا. تم التشويش على الطائرات فلم تستطيع أن تقلع. اللي قلنا تم التشويش في بداية العملية، تم التشويش على الطيران. وحتى لا أطيل عليكم، ماذا وقع هو أن رئيس دقيقة يا أخوة الكرام،
بيان رئيس صدر بيان من مجموعة دول الساحل. وسبحان الله، البيان الذي خرج البارحة من دول الساحل جاء مطابقا لتحليلنا بالأمس، حيث قال ذلك البيان وأكد أن هذه العملية مدبرة ويجري التدبير لها منذ فترة، وهو ما شرحت لكم بالأمس، بجمع الفصائل وبجعل كذلك الفصائل تتفاهم وتنسق عملياتها. وتحدثت لكم عن الإمام ديكو، وقلت لكم أن الهدف هو كان انقلاب بإسقاط نظام الحكم وجعل مجموعة جديدة تأتي يقودها هذا الرجل الذي يتمتع بالشعبية. البيان خرج من هذا الرجل الذي يترأس مجموعة من المعارضين، والرجل طلب باستقالة النظام في باماكو وتولي فئة جديدة. وهذا بالضبط هو كان هدف، هذا كان أحد أهداف هذه العملية الخطيرة جدا. ثم بعد ذلك جاءكم بعد 48 ساعة خرج البيان الجزائري. لعلكم هذا وزير الخارجية. أذكر أن في اليوم الأول جاء بيان من موريتانيا ومن المغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا البيان جاء دعما لوحدة مالي وللنظام في مالي الذي يتعرض لعملية إرهابية. خلينا نقول في اليوم الأول، لأن اليوم الأول الأمور ما زالت سخونة. الجزائر جاء البيان اليوم. متى بدأت العملية؟ بدأت فجر يوم السبت. عندك السبت كامل والدق نايض والحد كامل تم الإعلان عن وفاة وزير الدفاع وكذا وكذا. السبت والحد عندما لم يتحقق الهدف الرئيسي بسقوط باماكو، يوم الاثنين خرجت الجزائر وقالت موقف الجزائر هو دعم وحدة مالي ودعم مؤسسات مالي، أنت دولة جارة ومهم عندك الأمن والأمان. اليومين الأولين وأنت متهمة، خاصة أن النظام يتهمك بدعم الإرهاب ودعم الفصائل، والجزائر تحتضن كذلك أكبر معارض لمالي، وتقول الجزائر أنها لا تريد التدخل في الشؤون المالية. بالله عليكم ارحموا عقولنا. كيف أنتم تقولون نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن المالي؟ تقولون نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن المالي وأنتم تحتضنون الإمام ديكو أكبر معارض للنظام في مالي. وأنتم تحتضنون، ليس فقط تحتضنون،
بل تجعلونه في مستوى عالي جدا، المعارض الأول للحكومة في مالي، والذي يطلق بيانات من الجزائر يطلب فيها استقالة الحكومة في باماكو، يطلب في الجزائر استقالة الحكومة في باماكو، ومع ذلك ما لناش دعوة. لا مدرسة المشاغبين وفي الأخير ما لناش دعوة. هذه هي، هذه حقيقة. إذن يا أخوة الكرام، أكتفي بهذا القدر لأترك لكم التدخل، نطلب لكم التدخل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبي طالب. وعليكم السلام ورحمة الله. صراحة الله يفدي اليوم سخون مزيانة. طيب أنا ما عنديش إضافات كثيرة ما نضيف على اللايف ديالك، ما شاء الله كان لايف كامل شامل، يعني فيه عدد ديال الأمور. ربما غادي ندير اضافه بسيطه باش ما نعاودوش نفس الكلام انا وياك وكذا، نتحاشاو اننا نتكلموا في نفس الكلام. تكلمت على واحد العدد ديال البيانات صحيح وكلها صحيحه، واخر بيان كان هو البيان ديال الجزائر اللي قراه السيد احمد عطاف وزير الخارجيه اليوم. لكن كان واحد البيان موقعه الرئاسة المالية وجهوه للمغرب، حيث أن وجه رئيس المرحلة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا رسالة شكر خاصة إلى جلالة الملك محمد السادس، متمنا الدعم اللوجستي والاستخباراتي الحاسم الذي قدمته المملكة. وأكدت الرئاسة المالية أن هذا التدخل النوعي شكل صمام أمان حال دون وقوع كارثة أمنية، واصفة الموقف المغربي بأنه تجسيد حقيقي للأخوة الإفريقية الصادقة. هنا الإخوان، هذا البيان أنا بالنسبة لي اللي صدر من الرئاسة المالية تحرينا هذه الأمور باش نشوفوا ماذا وقع بالضبط، لماذا هذا البيان في أول يوم، في آخر أول يوم في حق ملك المغرب والمملكة المغربية. فعلمنا أن المملكة المغربية هي التي قامت بإفشال المخطط الرئيسي اللي هو قلب النظام والدخول إلى العاصمة باماكو. وبالضبط لما وصل المهاجمون وصلوا إلى تقريبا 18 كيلومتر من العاصمة باماكو، تدخل المغرب بطريقته. أظن غادي يكون الطيران المغربي بكل تأكيد والدرونات المغربية، ونظف نظف الجبهة. غادي يكون نظف الجبهة بالطريقة اللي كينظف بها الحدود المغربية. وراكم عارفين الإخوان عندكم السينيال راه بدا عاوتاني. حيدوا التعليقات. الكبابيين هاد الكبابيين بداو كيدخلوا ثاني. حيدوا التعليقات الإخوان، حيدوا التعليقات بسرعة. أبي طالب صافي، حيدوا التعليقات خلاص. طيب كنظن أن هذا البيان من الرئاسة المالية كيدل على أنه راه المملكة المغربية هي التي قامت بإفشال هذا المخطط الذي كان يهدف إلى تغيير النظام والانقلاب في باماكو. هذه أنا بالنسبة لي هذه القراءة الأولى. ولكن من بعض الأسئلة والإخوان حتى من مالي جاونا أخبار أن المملكة المغربية هي التي توفر الحماية الخاصة والمتميزة للرئيس أسيمي غويتا اليوم، يعني هذه اليومين الأخيرين إلى اليوم. المملكة المغربية هي التي توفر له الأمن والأمان، والله سبحانه وتعالى طبعا هو اللي يأمن الجميع، لكن من الناحية الميدانية فقط
لأن الآن الهدف ديالهم هو استهداف الرجل، أهم رجل الإخوان في الجمهورية المالية منذ يومين هو الرئيس المالي، ورأسه يساوي دولة بأكملها، وهما الآن سيبحثوا على طريقة للوصول إلى الرئيس، خصوصا وأن هناك من استعمل التشويش ومن يحاول أن يحدد أماكن شخصيات معينة من القيادة المالية. حصل ذلك بشكل مفاجئ في أول الهجوم، ولكن الآن كنظن بأن هناك مساعدة خارجية للقيادة المالية فيما يخص تأمين الأوضاع في العاصمة وفي النواحي العاصمة. ربما المدن الأخرى لا زالت في قبضة المهاجمين وغادي تبقى في واحد المدة. نعم الإخوان، هذا هو الرجل الذي يساوي دولة، وهم يبحثون عنه بمساعدة دولة أوروبية، يبحثون عنه، يريدون استهداف هذا الرجل حي أو ميت بأي طريقة، وبمساعدة دولة أوروبية أيضا، ليس فقط بمساعدة الجزائر ولكن حتى دولة أوروبية. إنما الآن الإخوان غادي نخرجوا لواحد النتيجة أخرى ولا واحد الاستنتاج، نسميه استنتاج بكل موضوعية. والله كنا نأمل خلال الأشهر القليلة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي سيصنف هذا الرجل وجماعته كجماعة إرهابية، ولكن اليوم دخلنا في منعطف جديد. ربما أن هذا الرجل وجماعته سيقبلون بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وستصنف الجزائر إرهابية مباشرة، لأن ما تقوم به الآن هذا راه عمل لم يقم به أي أحد من قبل. أن ينطلق هذه الجحافل من الأزواديين ديال الجزائر وديال مالي، من جماعات كبابية مطلوبة رؤوسها مثل الجنيم ومثل القاعدة في المغرب الإسلامي، ومعهم الأوكرانيين، ومعهم فيلق جزائري خاص من القوات الخاصة، وينطلقوا كلهم إلى مالي بهذا الشكل 12,000 شخص. نحن لسنا أمام الهجومات القديمة ديال الأزواديين اللي فيها 200 300 شخص 400 شخص. نحن اليوم أمام هذه حرب الإخوان، هذا راه حرب. حتى أننا هذا الاستنتاج ديال أن الجزائر هي التي ستصنف، ربما أن البوليزاريو سيتبرؤون من الجزائر، يقول لهم والله صراحة أنتم تسوقون المنطقة إلى أشياء كبيرة، إلى مواجهات أكبر بكثير مما نظن، وغادي يدخلوهم في مسلسل سياسي وسيتركون الجزائر في هذا الورطة اللي هي فيها. نعم مولاي، أنا أقول لك واحد السيناريو غتستغرب. السيناريو كان هو ثورة على شكل إيران 79، عندما كان الخميني في فرنسا ووقعت ثورة على الشاه، وجاء الفرنسيون بالخميني، وهذا هو خميني مالي، خميني إفريقيا، هذا خميني مالي بعد مسبقا. فهمتني؟ والله لو أتوا به نتيجة يعني الشعبية التي لديه في مالي، كنا سنعيش يعني سيناريو إيران، لأنه غيجمع بين الفصائل اللي تدعي على أنها إسلامية وجهادية، وهو عنده تلك النظرة، وهو صديق لإياد أغالي، فهمتني؟ وبين مولي الأزواديين نتيجة لصبغته الدينية الفقيه محمود ديكو. تفضل. طيب أنا صراحة هذا السيناريو ديال الخميني اللي سمعته من عندك إنما ممكن جدا، لأن فرنسا أصلا كتستعمل رجال الدين في بعض المحطات. هذا هو اللي شفت، وهذا هو محتفظ به في الجزائر،
ويتم استقبال مهيب جدا. يستقبل الرئيس الجزائري شخصيا في كل المناسبات الرسمية. يستقبل الرئيس الجزائري بكثير من الحفاوة، ويعطيه نوع من الهيبة يعني الدينية. ويعني كنا سنعيش هذا السيناريو، ولذلك الفشل وقع، لأن اليوم باماكو تم تأمينها. باماكو مؤمنة. أنا تواصلت مع صديق يشتغل في الخطوط الملكية المغربية، وقال لي بلي أن جميع الرحلات المبرمجة للخطوط الملكية المغربية ورحلات الخطوط التركية والخطوط الإثيوبية ما عمرها ما تأخرت، كلها نزلت. حتى إلا رجعتوا إخوان، إلا رجعتوا لذاك الموقع ديال الطيران غتلقاو باللي أن يوم الأحد المغرب سير طائرتين إلى مالي. وحده وصلت مع 1:05 صباحا، وحده وصلت مع 6:56 بعد في المساء. طائرتين في نفس اليوم، مع العلم أن المغرب راه كيسير طائرة واحدة فقط رسميا، هي ديال الساعة 1:05. هذه معروفة. وهناك حركة طيران ما بين نيامي، ولاحظت كذلك هناك حركة طيران ما بين نيامي عاصمة النيجر وباماكو عاصمة مالي. هذه حتى هي كانت يوم الأحد. يعني الأمور يوم الأحد كانت على شكل عادي تقريبا. اللهم المدن التي سقطت أظن هي كيدال وغاو، فأظن أنه غيبقى فيها الآن بصفة رسمية كيدال. غاو مازال هو كيدال فقط هي اللي الآن، رغم أن ما زالت هناك بعض الجيوب. وأنا أعتقد شخصيا كما وقع في الماضي، هذه ليست أول مرة تسقط كيدال ويستعيدها الجيش النظامي. طيب نستمع إلى راجي ثم محمد. مرحبا راجي، تأخرنا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك خويا أبي طالب ومع الجماعة الكرام اللي معك. نعم. أخي أبي طالب، أنا أختلف معك في طرحك الحقيقة، يعني بكل صراحة. تفضل، ما في مشكلة. هذه ليست يعني قضية انفصال، ولا قضية حرب بالوكالة، ولا قضية تحريض. هذه قضية شعب مظلوم، حقوقه مهضومة، كان يعني وشعب آخر استقوى مرتزقة فاجرين، مرتزقة الفاغنر هذو غنيين عن التعريف. هذا كان الأمور كانت مالك ما عندكش ريزو، مالك قعدت فيها بعد عدم يعني انتهى الأمر إلى عندك الصوت متقطع أخي الكريم. خلاص، أنا موجود. تفضل حتى نجيبك، لأننا أنت تتحدث عن أهلنا نعرفهم جيدا. وأقول لك أنا نعرفهم. شوف، لأنهم أنا عندي أبناء هم ساكنين من الشرفاء ساكنين في أروان، قصر أروان على بعد 240 كيلومتر من تمبكتو، ونحن نستضيفهم ولاجئهم ومنذ التسعينات وهم يتم يعني في هذه المشاكل، ولكن تم اختراقهم من الجماعات الكبابية خلينا نقولوا، وكذلك تم اختراقهم من الخارج، من الدول الأجنبية التي تريد أن تستعملهم كأداة لتنفيذ أجنداتها. ولكن تحدثنا عن الاضطهاد الذي تحدثت أنت عنه، والنظام في مالي استعان بهؤلاء الفاغنر. مرغم أخاك لا بطل، لأنهم لاحظوا أن هناك دول أجنبية وأوروبية وفي الجوار تتدخل وتعين. يعني مولاي طلع على الجنرال، أنا ما قادر نطلع أنا. لكنهم تنكروا لاتفاقيات يعني، ونقضوا العهود. أنا هكذا نشوفها يعني. هذا عهد وقع بين أطراف متنازعة،
وكان يعني وكانت يعني أعطي كل ذي حق حقه. كانوا ناس هذو حقوقهم مهضومة، أعطوهم بعض الحقوق، وكانوا كل الناس كانوا متفقة على هذا الاتفاق. ثم يأتي هذا الجنرال وهم يعني كلهم شباب يعني متهورين. أنا كان شوفهم هذه المتهورين هذو راحوا جابوا الفاغنر، عادوا الجميع وداروا يعني تحالفوا مع هذا الفجار، وقالوا لهم لاصحاب يا أخي الكريم، شوف أنت تتحدث عن اتفاقية الجزائر، وهي اتفاقية الفصائل مع النظام 2015. هذا الاتفاق الجزائر لم تستطيع أن تحميه، وأنا أقول لك أنه بعد ذلك الاتفاق وقع هجوم على باماكو، وبالتالي قام انقلاب داخلي نتيجة لعدم الاستقرار، وهؤلاء الجدد أرادوا أن يحلوا مشاكلهم من الداخل. الجزائر لم تقبل بذلك، وأعطيك الدليل. لما ذهب الرئيس الجزائري إلى موسكو، وفي اللقاء المباشر ونحن سمعناه مع بوتين، قال له بالنسبة لما يجري في مالي، نحن في الجزائر نعتقد أن الحل الوحيد هو اتفاقية الجزائر، وهذا بحد ذاته تدخل في الشؤون المالية. وطلب من الروس، قال سيد الرئيس أطلب منك أن تساعدونا على هذه القضية. وحينئذ قلنا هذا كيف أنت جزائر دولة مستقلة، مالي دولة مستقلة، وتقول الحل الوحيد اللي عندكم هو الحل اللي نجيب أنا، ولا ما تبعتوش أنا سأساعد الأزواديين. هذا هو المشكل الموجود اليوم. هذا اتفاق، هذا حل وسط، هذا اتفاق أممي شهدت عليه الأمم. كونه لم يتم تجسيده، لم يكن واقعي، لأنه وقع في الجزائر. هذا ليس الجزائر يعني فقط استضافت الأطراف. أما أنت تعلم ماذا قالت الجزائر لحكومة غويتا؟ قالوا نحن نريد 100 كيلومتر منطقة عازلة على الحدود مع الجزائر. هذا لا، شوف أخي، اتفاق كان نوع من التدخل في الشؤون المالية. أنت لا يمكن أن تأتي وتفرض وتكون أنت المسيطر. لا، لما طرف يستقوى على طرف آخر من يعني على طرف آخر يعني هادو ناس من الخارج أو من الخارج، هادو الفجار تاع فاغنر، فهنا لازمك تتدخل، خاصة وأن الاتفاق وقع في بلدك. حتى ولو لم يقع في بلدك، فقط هي مسألة مبدأ. يعني واحد ما يخليش يعني هادو الناس مستضعفين، ما عندهم أي شيء، ما عندهمش لا قوة ولا شيء، الآخرون استقووا عليهم بالمرتزقة. وانا شوف، انا اسمح لي واحد كلمه فقط اخويا بطالب. وانا انصح الاخوه المغاربه انهم يقفوا يعني موقف مبدئي، وما يكونوش يعني فقط ينجروا الى يعني الخصومه مع الجزائر. لازم اذا باش يعني الموقف الصحيح انهم ينصحون هذا القويطه وزمرته بان يتصالحوا مع اصحاب الشمال ويعطيهم حقوقهم ويتقاسموا معهم الثروه والنفوذ. اما هكا كل واحد يحب يدي كل شيء لنفسه، هذه ما تصلحش، يبقى الاقتتال ويبقى الفتنه وتبقى يعني الوضع على ما هو بعدم الاستقرار. ولكن اخي الكريم، انت ليست عندك المعلومات الكافيه. المعلومات الكافيه لو علمت هم ان الازواديين كثير منهم راهم في الحكومه الماليه، وكثير منهم يعيشون بامان. المشكله هم الازواديون الذين يتم ايواؤهم من الجزائر وتسليحهم. المشكلة هم المنظمات الإرهابية والتهريبية اللي تعيش في المنطقة. هذا هو المشكل الأساسي. أما الأزواديين، راك أنا عندي أبناء، منهم الوزراء، منهم السفراء، منهم الإداريين، منهم الضباط في الجيش المالي موجودين، نعرفوهم. طب أنت أعلم مني بهذه الأمور. أنا أقول لك يا أخي الكريم، ولكن هناك أزواديين ولاؤهم ويعني يتدخلون لاستجابة لأجندة للجزائر. لماذا؟ وهذا الكلام قلته المرة الماضية. الجزائر عندها فلسفة، يا إما أنا كل شيء وإما لا شيء، وهذا هو خطير.
لأن الجزائر تريد أن تكون وصية على الساحل وعلى ما يجري في الساحل، حتى تكون هي التي تتحدث مع الدول العظيمة أنا المتحكمة في الساحل. هذا هو المشكل عندنا، لا شيء ولا أكثر من هذا. الجزائر يجب أن تترك هذه الدول بأمان ولا تتدخل في سياستها الداخلية وخلاص. أنا لا شوف، أنا لا أنازعك الأمر، أنت أعرف مني، لكن بس تقول الجزائر ما تتدخلش، أنه هذا اتفاق وقع أممي، يعني عقد بين أطراف متنازعة، عقد بالجزائر، ويجي طرف يعني يتصرف. أنا أعطيك مثال، يعني أنت شوف، نعطيك مثال، أنت شوف يعني راجي، أنت جزائري، اسمعني راجي، أنا أعطيك مثال. أنتم عندكم جزائريين مظلومين، ولكن إذا حملوا السلاح غادي تتفاهموا معهم؟ لا، احنا الجزائريين المظلومين احنا نطالب بإنصافهم. لا، إذا حملتم السلاح كيف تتعامل الجزائر؟ الجبهة الإنقاذ لما أخذت السلاح كيف تعاملتم معهم؟ هو الوضع مختلف هنا، لأنه تقريبا كأنهم بلدين، يعني حتى في الخريطة كأنهم بلدين. لا ليس كأنهم. شوف مالي هي مالي. كنت في لايف شوف الجزائر نفسها تعترف بمالي حدودها كاملة بما في أزوات، موريتانيا تعترف بمالي ما حدود أزوات، العالم كامل يعترف حتى الآن. العالم كامل نعم، هذه ما في مشكلة. ولكن إذا الماليين يقولون نحن أرضنا عليها فصائل مسلحة، علينا أن نتخلص منها وأن نتمكن من حدودنا وبعد ذلك نناقش مشاكلنا. هذا هو المشكل الموجود اليوم في أزوات. بالتالي التوضيح فيما يخص الاتفاق، اسمع الناس تتحدث عن اتفاق بين مالي وبين الأزوات. سمعوا الإخوان باش تعرفوا الاتفاق ما هو. هذا رابع اتفاق توقعه الحكومة المالية منذ الاستقلال. الاتفاقات الأربعة التي وقعتها الحكومة المالية القاسم المشترك بينها دائما عدم بسط السيادة المالية على الشمال ديال مالي. لماذا؟ لأن فيه مناجم ديال الذهب وفيه الامتداد ديال حقول الغاز والبترول بين الجزائر ومالي. إلا شديتوا أربعة ديال، شوف الإخوان، منذ 1960 استقلال مالي لم تتمكن الحكومة المركزية المالية من الوصول إلى الحدود الشمالية إلا مع أسيمي غويتا فقط، هو باتريس لومومبا بالنسبة لمالي. انتبهوا لهذا الموضوع. الاتفاقات الأربعة التي وقعتها مالي مرغمة، مش اتفاق الجزائر فقط، 3 اتفاقات قبل اتفاق الجزائر كلها فشلت. لماذا؟ لأن فيها دائما واحد الشرط وواحد البند أن الجيش المالي ما يطلعش للشمال والحكومة المركزية ما تكونش في الشمال. حتى الجيش المالي عندما وصل إلى الشمال مع الفاغنر تم إبادته. نعم هذا هو المشكل. واكتشف استغلال للحقول وللمناجم هناك بشكل غير قانوني. هنا بيت القصيدة الإخوان اللي كنتحدثوا عليه. أنا ما كنتحدثوش على الاتفاقات. هذا اتفاق إيفيون الذي تريد فرنسا والجزائر فرضه على مالي، هذا اتفاق إيفيون منذ 1960 وفرنسا تفرض هذا الاتفاق، ليس الجزائر. الجزائر هي واجهة فرنسا في هذا الاتفاق، ومرة واحدة فقط هي تواجهها. أما المرات القديمة كانت فرنسا تتدخل بقوة وتفرض على الحكومة المركزية في باماكو بقبول الاتفاقات. شكرا. حيت الناس كيتكلموا عن اتفاق الجزائر. اتفاقات 1960 بدات، ماشي جديدة. قراوها بعدا، شوفوا قراو باش تعرفوا. هنا خلينا نعطوا الكلمة للإخوة الآخرين باش ما نتعطلوش عليهم. هاي مش المرة اللي داز بهذا. تفضل محمد ومن بعد الجنرال وعاد الدكتور. مرحبا بكم. شكرا اخي ابي طالب، والسلام الموصول الاخوه مولاي والاخ الجنرال والاخ الدكتور كذا. انا اخي الكريم الله العظيم نشكر الاخوه الجزائريين حين تجي حميتهم على شعوب اخرى وتقول بان مظلومين والله العظيم هاد الخطاب هاد البارح واليوم اللي تنسمعوه ان الشمال المالي مظلوم كذا. لكن اخي ابي طالب تعال نعود الى ما قال على قبل الاتفاق ديال 2015، رجعوا ل 2012
الاخ الجزائري قال لك بان ما عاد قال هذوك المنافقين واش اللي تدخلوا اشاره الى الفاغنر الروسي. تعال نرجع على 2012. ألم يسمح أخي الكريم الراحل الرئيس الجزائري بوتفليقة بدخول القوات الفرنسية جوا لدك مالي؟ أليس هادو بهادوك؟ أليس الفاغنر مثل الفرنسيين؟ وفرضت فرنسا رئيس مفوض فرنسي على الماليين بمباركة جزائرية باش نكونوا واضحين. ماذا وقع؟ الماليين انتفضوا قالوا لا ما بغيناش هذا الرئيس، وطردوهم وطردوا فرنسا وطردوا السفير ووقع ما وقع. عاوتاني الهجوم من 2012 وهجوم اخر 2023 واخر مصغر 2024. يا سبحان الله. تعال اخي ابي طالب والاخوان، غير ماذا قال النقيب ابراهيم تراوري، وهو الناطق الرسمي ديال تحالف دول الساحل، في بيان رسمي قال التنسيق ديال هذه الهجمات والاهداف اللي استهدفت مالي والاسلحه النوعيه. تنذكر ديال الاسلحه النوعيه، عمرك شتي شي جماعه بالله عليكم عندها مسيرات هجوم ب30 مسيره، الكاميكاز وغير الكاميكاز وكل استهداف. اليوم اللي تسمعوا بان هناك عناصر من اوكرانيا وجدوا حتى الجثث ديالهم اوكرانيا، هناك العصابات من ايطاليا، من ادخلهم، من سربهم، ومن اسرب هذه الاسلحه النوعيه. اقول الاسلحه النوعيه والتشويش على الطائرات والتشويش على الدفاعات الارضيه الموريتانيه. هنا السؤال مطروح، ماشي انا اللي قلتها، راجعوا السي ان انا اخي ابي طالب، السي ان ديال اليوم ماذا تقول؟ لا يمكن لأي جماعة مسلحة تكون كبابية تكون انفصالية تكون أن تدير ساع بدون رأس مدبر. بدينا تنقلبوا شكون الرأس المدبر، فوجدنا أن الأمر يتعلق بأياد أغالي اللي كان نشأوا من راعي بسيط نشأوا القذافي، انشأ الجماعة ديالو كذا وحل ذلك الفصيل 2007. هذا اخي الكريم مطلوب من المحكمه الجنائيه الدوليه ودرت عليه مذكره بحث. ما يمكنش ان اين يختبئ هذا الشخص الراس المدبر اللي بغى يدير اماره ديال طالبان في شمال مالي؟ في اين يختبئ؟ هو من كيدال، وانت ابي طالب تعرف فصوله وفروعه وكذا. تنذكروا اخي الكريم ان دوله مالي سبق ليها واتهمت الجزائر بالتدخل في الشؤون ديالها، كما قال الاخ مولاي. بالله عليك اتفاق الجزائر اتفاق 2015 وتطلب انت 100 كيلومتر في العمق المالي، واش بالله عليك؟ ثم انا سمعت من اذاعه ماليه تقول بان الجزائريين يسرقون الغاز والبترول من الحدود الماليه. كل هذا بتجي ديري ديالو كذا، قال لك لا مظلومين ما مظلومين. انت تعرف اخي ابي طالب بان العرب يشكلون جزء 21% مثلا، والطوارق كذا يشكلون 17. ثم هناك الزنوج في كيدال مثلا، لا يمكن يديروا التصنيفات ديال لا وهذا لا وهذا. نقول بان هذا النظام اخي الكريم ابتداء الادله القطعيه تورط النظام الجزائري مرارا شكون من خلال الفجاجه ديال الاعلام الجزائري والخطاب اللي قال الاخ الجزائري دابا هذه الدوره ديال 80 درجه كما دار السي عطاف. عاد بانت ليه بالله 48 ساعه عاد بانت لك الوحده الترابيه ديال مالي والاخوه الماليين والاشقاء. والله العظيم الاعلام في الجزائر السي ابي طالب هو اللي غرق الفضاء الاعلامي بسرديه تتماهى مع روايه الحركه الازواديه الانفصاليه وحركه النصره، تتماهى معها. كنا تسمعوا الاخبار اخي الكريم ماذا يجري في مالي عن طريق الاعلام الجزائري. من يمدهم بالمعلومات؟ الله اعلم. الاعلام الجزائري اخي الكريم هو اللي بادر في نشر ما جرى بمالي هو نتيجه حتميه لانسحاب مالي من اتفاق الجزائر 2015. دابا يركزون قال لك خص ترجع مالي لاتفاق 2015 وزادوا عليها وتسحب هذاك سحب الاعتراف ديالها بالجمهوريه العربيه الصحراويه، حتى هي زادوها. اذا خصها ترجع 2015. الا انتم دايرين العباد الله اذا رجعنا الى الانقلابيين ف 2025
1965 اكبر انقلاب كان ديال بومدين على الرئيس الجزائري، ما بني على باطل فهو باطل في جميع الاماكن. بمعنى ان رساله السلطات ابي طالب السلطات الماليه لا ما وقع لهم هو جزاء وضريبه ديالهم على تخليهم على اتفاق الجزائر ديال 2015 ثم سحب الاعتراف بالجمهوريه العربيه الصحراويه. هذه النقطتين الاثنتين. والخلاصه نقول اخي الكريم ان مشروع الجزائر اللي سمحت في جاهده للتسويق المشروع الانفصالي في الصحراء المغربيه، ها هو اليوم تسعى الى تفريخ دولة أخرى أخي الكريم في شمال مالي. لكن حين فشلت اللعبة خرج السي عطاف وزير الخارجية المحترم وقال ما قال بذلك الخطاب، وقال نحن ضد بعدما كما قلتي الدولة الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية كلهم أدانوا في حينه. هذه الرجلة ماشي تدوز 48 ساعة ويفشل المشروع الانفصالي والمشروع الكبابي في المنطقة، عاد يخرج يقول لك لا ونحن. ولكم كلمة، شكرا للمساحة. بارك الله فيك جنرال، مرحبا، نهار كبير هذا. تحياتي سي ابي طالب والدكتور بونمر والسي محمد واستاذنا العزيز. ياك بعدا الصحة جيدة؟ يا كل شيء بخير؟ لا كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله كل شيء بخير. انا غادي نعاود لك واحد القصه عاودتها لك واحد النهار على خلعتني هذيك القصه وبغيتك تعاودها. تكرهني ذاك النهار قصتي مع اتفاقيه الجزائر. هو انني نزلت في الجزائر العاصمه في 2015. المهم السيد اللي نازل، الاخوان اللي نازل عندهم في الشغل ريزيرفاو لي في الاوراسي. مشيت سولته واش كان شي مطعم تقليدي، قال لي كاين الفوق واحد سميتو الدقاق، باقي عاقل مطعم الدقاق كاين في 7 ايطاج. انا ما باغي كنعرفش الاوراسي شنو هو. طلعت لقيت لذاك الدقاق عنده واحد الباب تقليدي مسدود بالعود حدا واحد الريستورون ايطاليان غير في الفلور، غير في ليطاج. يعني منا كان واحد الفيو زوين صراحه، واحد المنظر رائع. كليت جيت خارج كاين الباب ديال الريستورون حداه لي زاسونسور، شي 4 ولا 5 ديال لي زاسونسور. انا كنستنى لي زاسونسور، تحل الباب ديال داك الدقاق وخرجوا شي 6 ولا 7 ديال الكريديه ديال العسكر ديال الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مغربي، المشكله انهم خرجوا كيهضروا، ماشي خرجوا ساكتين، خرجوا كيهضروا. يعني كان عندهم شي اجتماع لداخل. بقيت نقول يا ربي واش يا ربي، قلت يا رب يا رب العالي. لو كان داو يقلبوها كيدوروا هاك يقولوا هذا منين مغربي، فضيحه. وبقيت نقول يا رب غير يسكتوا. المهم تحل لاسونسور، دخلت انا غير دخلت عاد شافوني هبط ديريكت لاشومبر. بقيت نستناهم يدقوا عليا الليل كامل، لقيت راسي ناعس. الصباح ما بيا ما عليك، ما وقع والو، مزيان. جاي هابط اش لقى؟ اللوبي ديال لوطيل كله ازوات. وهذاك النهار اللي غادي يوقعوا فيه اتفاقيه الجزائر. حضرتي ليها والليل مع الاخرين. ناري انا نعيط للسيد، قلت له شوف الليله ما نباتش هنا. قلت له واش دير؟ قال لي عمالك. قلت له والو والله ما نجلس هنا ولا نمشي فين نطبق. علاش؟ قلت له دير الدعوه موخده. جالس كنهزني داني صوفيتان. فهاد الانيكدوت ديما كنتفكرها ملي كتنوض القصه ديال ما. لكن علاش انا وقع لي هذا الشيء؟ لانني كنت فاهم القضيه ما وقع قبل. وانا منا باش غندخل في المداخله ديالي، لانه انا ماشي فقط جاني الوسواس لانه علاش الازوات بالضبط، لا، لانه كان سنه من قبل استقبل بلال اغ شريف في الرباط وفي القصر الملكي في مراكش. بالعكس كان ادى حتى صلاه صلاه الجمعه مع الملك محمد السادس. ورشح ما رشح ان هناك مبادره مغربيه لحل القضيه الازواديه على الطريقه المغربيه، بمنح حكم ذاتي حقيقي لسكان الازوات تحت السياده الماليه. وكان هناك توافق بين الاطراف، لكن الجزائر وفرنسا اعترضت. كان حتى قبول مبدئي فرنسي، لكن الجزائر اعترضت الا ان يكون الحل من المغرب. كي اللي قلت انت او اللي قال السي مولاي واحد فيكم السي ابي طالب او السي محمد، بان الجزائر تريد ان تكون اللاعب الوحيد في منطقه الساحل. صحيح.
فالجزائر دارت سميتو وقفات ك يعني فيتو ديالها ان المستحيل. علاش؟ لانه تنفيذ خطه حكم ذاتي للازوات في الشمال المالي ليس من مصلحه الجزائر قطعا، لأن الجزائر ليس من مصلحتها لا الاستقلال. هنا قلت للاخوان الازواديين، وللمعلومه انا عندي صديق ازوادي بلا ما نذكر اسمه، قلت له شنو رايك في الاعتراف في المغرب؟ قسما بالله هذه تقريبا شي 5 ايام 6 ايام تقريبا. قلت له شنو رايك في سحب المغرب للمالي للاعتراف بالبوليزاريو. وشنو قال لي؟ قال لي والله مفيده لمرتي لانه ما عطاوهاش الفيزا، واليوم راهو حيدوا الفيزا حيت مرته ماليه قل من 50 سنه، كان قبل الاعتراف كان قل من 50 سنه ما كيعطيهمش الفيزا، اكثر من 50 سنه كيقدروا يدخلوا. قلت له لا اعطيني رايك، بقينا كنضحك. قال لي شوف قسما بالله بالحرف، قال لي ما شفناش الاحداث اللي جايه لقدام، قسما برب الكعبه قال لي ما حد ما شايفينش الاحداث اللي جايه لقدام، باقي الامور غير واضحه بهذا المنطق هذا، يعني ان هناك احداث غادي تجي واضح. هذه ديرها. فقلت لك ان الجزائر ما عندهاش المصلحه لا الاستقلال ولا الحكم الذاتي. حكم ذاتي حقيقي للازوات غادي سيكون مثالا في 2015 للصحراء المغربيه، وسيسرع الحل في الصحراء المغربيه، وغادي يعطوا وسيشجعوا الازوات الجزائريين والقبائل الاستقلال نفس الشكل. لانه الى سمعت شنو كان كيطلب الرئيس تبون للازواديين، واسقطه على قضيه الصحراء المغربيه. اسمع. بالنسبه للمالي هو اعاده ادماج شمال مالي مع جنوبي. اليوم لازم في الجيش، في الاداره، parmi les gouverneurs, il faut qu'il y ait des gens du Mali, du nord Mali. حل بالنسبه يلا اسقطه على المغرب. هو ما طبقه المغرب اليوم، ولكن ممنوع. هنا بالنسبه اليوم، بالنسبه للاخ اللي قال لك الفاغنر، انا نعطيك قصه الفاغنر، انا نعطيك قصه ما وقع للفاغنر، وهو اكبر اسمح لي على الكلمه لكن ما عندهاش شي وصف اخر، اكبر خازوق خداته الجزائر من روسيا منذ ان وضع الله روسيا والجزائر فوق الارض. اش وقع؟ الاتفاق الاولي كان اقتراح ماكرون هو توسيع القوات الافريقيه في مالي، ما عرفتش سميتها افكون على ما نظن، اذا تفكرني بسميتها، ممكن واحد القوه امميه افريقيه تبع الاتحاد الافريقي في مالي. كان الاقتراح الماكروني هو توسيع هذه القوات بضم القوات الجزائريه وقوات مغربيه. وافق الجزائريون ووافق المغاربه، وكان هذا في اتفاق في اجتماع الساحل على ما نظن 5+5 في باماكو على ما نظن او نيامي، بحضور ماكرون في 2017 او 2018. وافقت الجزائر ووافق المغرب على توسيع هذه الخطوط، وبدات الاجراءات التعديل الدستوري في الجزائر للسماح لقوات جزائريه يعني بانها تدير مهمات خارج الحدود. اللي كان موافق هو لو كلون برو فرونسي بقياده الجنرال قايدي، لكن لو كلون برو روس اللي كان بقياده الجنرال شنقريحه كان رافضا. لكن بعد الانقلاب على بوتفليقه في لو 2 مارس في لو 2 افريل 2019 وتمكن شنقريحه، تم اقبار الموضوع. ماذا شنو دارت؟ اتفاق مع فرنسا بما انها رفضت ان يتوسع هذه، انهم يجيبوا الفاغنر. منين؟ من ليبيا. علاش فرنسا قبلت الفاغنر؟ لان فرنسا كانت تتعامل مع الفاغنر في قاعده عسكريه في مطار بنغازي. صحيح. والذي يتذكر هناك تسريبات من ترانسميسيون بالمطار ان هناك كان تنسيق فرنسي مع قوات الفاغنر. فالذي وعدت به الجزائر انها ستكون وكيله
لروسيا في المنطقة، يعني وهي المكلفة بقوات الفاغنر في مالي، وتم تدريب قوات الفاغنر في منطقة تامر-راست، ولتغطية تحركاتهم أمام المدنيين أعلنوا عن استصدار تأشيرة سياحية للجنوب فقط. علاش؟ وداروا لها بروباغوند باش منين السكان تامر-راست وبرج باجي مختار وإناميناس يشوفوا الفرماج البيض، من يشوفوا كما يقولوا البشرات البيض يقولوا هادو سياح فقط. من بعد من دخلوا المالي، عندي صوره ممكن انا نوريها لك، هذا ردا على الجزائري. اسمح لي بزاف استاذي، لانه هذا الشيء عندي ما نقول فيه، وغادي تسمح لي. غادي